اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا ريتنا كل صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. النهارده ازاي هنجيبوا فراخ واسماك ولحوم الشهر كله ب 660 جنيه، وازاي نقسمهم يكفونا ان شاء الله عدد وجبات حلوه يكفونا الشهر. هسمي الله وهخش في الفيديو. اول حاجه معايا النهارده ان احنا هنجيبوا فراخ واسماك ولحوم الشهر كله ب 660 جنيه، هيعملوا 16 وجبه. اول حاجه معايا هجيب فرختين الفرخه في حدود 80 جنيه. هجيب فرختين ب 160 جنيه. هيعملوا لي كام الفرختين دول؟ هيعملوا لي وجبتين. هعمل مره فرخه مسلوقه ومره فرخه مشويه. يبقى انا اول هجيب فرخه في حدود 80 جنيه، هيعملوا الفرختين 160. الفرختين دول هعملهم على مرتين، مره هعملها مرة مشوية. براحتك، ممكن تعمليها كنتاكي، تعمليها ببطاطس، براحتك، بس هما هيعملوا لنا وجبتين. هجيب كيلو بانيه ب95 جنيه. كيلو البانيه دول هقسمه على 4، يعني في كل مرة هعمل ربع، يبقى هيعملوا لي 4 مرات. يبقى كيلو البانيه هيعملوا لي 4 وجبات. مرة ممكن اخد ربع اعمله بيتزا، مرة هعمل ربع كفتة، مرة هعمله مثلا همبرجر، مرة هعمله قلنا همبرجر. ممكن الربع التاني دول اعمله مثلا كفتة كرات بالصلصة. ممكن اعمله حاجات كتير، يعني ايه اللي يعجبك. يبقى احنا عندنا كيلو بانيه هنقسمها على 4 مرات. طبعا احنا قلنا الفرختين 160 وكيلو البانيه ب95 جنيه. هجيب كيلو لحمة بلدي ب180 جنيه. هجيب نص كيلو مكعبات هسلقه وهعمل منه شوربة. ممكن اعمل بقى رز واي يعني اي نوع طبيخ. والنص التاني هجيبه مفروم. المفروم ده على مرتين. هعمل في الوجبة ربع، يبقى هيعملوا لي 3 وجبات. ممكن اعمل ربع ده عيش بلحمة، ممكن اعمله حاجات كتير. اعمله مثلا اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، اعمله مثلا كفتة رز. يعني هعمل بيه وجبات. الربع اللحمة هيعمل والله مزوديه مثلا بصل وخضرة وكده، بيعمل كمية كبيرة. يبقى نص مكعبات هعمله في مرة، والنص التاني لحمة مفرومة هعمله على مرتين. يبقى انا عندي 3 وجبات ولحمة اهي. بعد كده هجيب 5 كيلو سمك. هجيب 3 كيلو سمك بولتي. هجيب 3 كيلو سمك بولتي وسط. هعمل في كل مرة هيعملوا لي دول 4 وجبات. هجيب 3 كيلو سمك بولتي هقسمهم على مرتين. في كل مرة كيلو ونص. مرة هعمله مشوي، مرة هعمله مقلي. وهجيب 2 كيلو سردين بتاع ده هو 60 جنيه. كيلو ب30. هجيب 2 كيلو ب60. ال2 كيلو سردين دول هعملهم على مرتين. يبقى انا عندي 4 وجبات سمك هنجيبوهم ب150. قلنا السمك البولتي 3 كيلو ب90 والسردين ب60، يبقى 150. يعملوا لي 4 مرات سمك. هجيب كيلو، معلش يا جماعة، هنا كيلو كبد ب50. هقسمه على مرتين هيعملوا لي 50 جنيه. يعني كيلو كبد وقوانص هعمله على مرتين هيعملوا لي 50 جنيه. هجيب نص كيلو رنجة ب25 جنيه. ده هيعملوا لي مرة واحدة. طيب الوجبات دول هيبقى 16 وجبة. حلوين قوي 16 وجبة في الشهر، لحوم وفراخ وكده. يعني انتي في الاسبوع هتعملي 4 وجبات لحمة وفراخ حلو قوي كده. وجايبين كمان لحمة بلدي، وجايبين حاجات يعني ايه لحمة بلدي وحاجات كده، يعني ايه مقسمين وجباتنا حلوة قوي. 16 وجبة حلوين. طيب انا لو جيت حسبت هنا عندي 160 زائد 95 زائد 180 زائد 150 زائد 50 زائد 25 هيساوي 660 جنيه. يبقى احنا جبنا وجبات الشهر ب660 جنيه. وعلى فكرة الكمية حلوة ومش صغيرة. طب تعالي بقى نشوف الحاجات دي. انا مقسمة الوجبات. طبعا الوجبات دي براحتك انتي، براحتك. طبعا الشهر فيه 4 اسابيع اهو، 1 2 3 4. اول اسبوع مثلا قلنا الفرخة دي ممكن اسلقها واعمل حبة رز وحبة ملوخية. هجيب كيلو سردين اعمله صينيه، بيبقى حلو قوي. السردين مغذي والايام دي يعني هو كتير في السوق. هجيب ربع لحمه مفرومه دي وهحط له بصل وحته ليا وخضره، وهعمل عيش بلحمه. هجيب دقيق واعمله حتى في البيت. هجيب مثلا الرنجه هعمله سلطه رنجه وبطاطس محمره وبتنجان. ادي اهي عندك 4 وجبات. تاني اسبوع برضو قلنا الفرخه دي ممكن اجيبها واشويها، اعملها اي حاجه، اعملها تكه، اعملها كنتاكي، براحتك، اعملها في صينيه بطاطس. هجيب برضو السمك، اعمل كيلو ونص سمك. قلنا هنجيبه الوسط ده
السباك البلطي هشويه وهعمل سلطه وهعمل رز. هنا هعمل كبد وقوانص، اكتر بصل بقى وفلفل واعمل طاجن كده كبد وقوانص واقلي جنبيه بطاطس وفلفل، بيبقى حلو قوي. هعمل صينيه مكرونه. عندنا طبعا البانيه، عندنا 4 مرات بانيه. اول حاجه هو عندنا اول ربع بانيه هعمله صينيه مكرونه نجريسكو. هجيب ربع البانيه ده واقطعه واحط له بصل واحط له فلفل، بيبقى كميه حلوه قوي، هيعمل لي صينيه مكرونه حلوه قوي. هاتلي بقى ربع بانيه هعمله همبرجر. الهمبرجر انا عاملاه معاكم على القناه ما شاء الله، ربع كيلو هيعمل معاكم كميه حلوه قوي. تعملي حبه مكرونه، تاكليه بالعيش وبطاطس. هعمل برضو هنا سردين مقلي كيلو، واعمل حبه رز او اكله بالعيش، واعمل سلطه وسلطه بابا غنوج. هنا هعمل بقى نص كيلو لحمه. نص كيلو لحمه دي حتى لو كل واحد اخد قطعه يا جماعه حلوه قوي، بتبقى مفيده حتى الشرب. اعمل رز، اعمل بسله جنبيه. عندي ربع تالت بقى ربع من اللي هو الفراخ، اعمله بيتزا اقتصاديه وانا عاملاها معاكم على القناه. البيتزا يا جماعه اهم حاجه فيها العجينه والصلصه، اهم حاجه دي. اي الحشوه دي بقى بتاعتك انت، اعمليها كده اقتصاديه كده بربع فراخ. وانا عامله والله العظيم بيتزا كبيره قوي، وهتشوفوها بحتتين فراخ. يعني احنا لازم نمشي نفسنا في الايام دي، الحاجه غاليه فانت لازم تمشي نفسك. هنا بقى هعمل برضو، هنا هعمل كفتة فراخ ربع بقى ربع. هعمل هنا سمك مقلي وهعمل رز وهعمل سلطة. هنا بقى مثلا هعمل مثلا كفتة رز بالربع اللحمة المفرومة التاني، بتبقى موفرة. طبعا كفتة الرز تعمليها بقى على بطاطس، تعمليها بالصلصة بس براحتك. انا تعمليها باللوبيا بتبقى حلوة قوي. هنا برضو هعمل الكبد والقوانص الربع النص التاني، هعمله صينية مكرونة بالكبد والقوانص. والله العظيم يا جماعة بتبقى تحفة حلوة قوي، وانا برضو عاملاها على القناة حلوة قوي وموفرة، ونص كيلو بيعمل لك صينية ما شاء الله. طبعا انا اتكلمت على اللي احنا ده شهر، انا بالنسبة بتكلم على 4 ايام في الاسبوع اللي انا هعمل بيهم بس وجبات الفراخ واللحمة. فراخ واللحمة يعني الاسبوع عندي 4 ايام بس اللي انت هتاكلي فيه فراخ وسمك ولحمة وكده. طبعا دول لو عديناهم هيعملوا لي 16 وجبة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 يبقى انا اكلت ولادي كده وعملت 16 وجبة فراخ وسمك ولحوم بلدي وكبدة وقوانص وكده ب660. ممكن بقى الايام اللي باقيه مثلا اللي هيتفضل لك 3 ايام في الاسابيع، ممكن تعملي كشري، تعملي محشي، تعملي عدس، تعملي بصاره، تعملي اي حاجه. بس انا النهارده فكرتي بتكلم بس عن اللي انت هتعملي 4 ايام فراخ وسمك ولحوم في الشهر. يعني الشهر كله كل اسبوع 4 ايام ب660 جنيه في الشهر كله. انا كده خلاص يا حبايبي خلصت الفيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش باللايك، لو انت جديده تنوريني وتشتركي في القناه وتدوسي على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو تشوفيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.